في 1940 أوروبا كانت بتقع واحدة ورا التانية. النرويج، بولندا، بلجيكا، هولندا، والقوات الألمانية بتجتاح فرنسا. مسؤولين كبار في أوروبا وبريطانيا وقتها شافوا إن خلاص الحرب بتنتهي لصالح ألمانيا، والحل الوحيد دلوقتي هو التفاوض معاهم. ما عدا راجل واحد بس كان شايف إن الحرب لسه ما انتهتش، وإن الهدنة مع هتلر هتأجل الهزيمة مش هتنهي الحرب. الراجل اللي هيتحول اسمه وقتها ولحد دلوقتي لأشهر اسم في أوروبا كلها، اللي هيقرر يقف قدام الألمان، وينستون تشرشل. لكن قبل ما نفهم ازاي ده حصل لازم نرجع لمدينة اسمها بلينهام في انجلترا 30 نوفمبر 1874. هناك هيتولد وينستون. ابوه راندولف تشرشل كان لورد سياسي كمان معروف وعضو في البرلمان البريطاني. والدته كان اسمها جيني جيروم، امريكية الاصل ومعروفة في المجتمع الانجليزي. الغريب ان وينستون في طفولته ما كانش قريب من ابوه ولا امه، وفي مذكراته هيحكي ان المربية اللي كانت مسؤولة عنه كانت اقرب ليه من ابوه وامه. في المدرسة ما كانش الطالب العبقري والمتفوق اللي الناس متوقعاه، ده كانت درجاته ضعيفة. كتير من المدرسين كانوا بيشتكوا من عناده وعدم التزامه، بس وينستون الصغير كان عنده موهبتين واضحين: القراءه واللغه. كان بيعشق التاريخ، بيحفظ مقاطع طويله من الشعر الانجليزي. ابوه ما كان شايف ان هيكون له مستقبل دراسي ولا مكان في الجامعات الكبيره، فقرر يبعته الكليه العسكريه، لكن حتى دي فشل فيها مرتين. بس في المحاوله الثالثه 1873 اخيرا يجتاز الاختبارات. يمكن فشله في المحاولتين الاولى والثانيه هو اللي غير حياته خالص، لان ترتيبه في الدرجات ما خلوهوش يتاهل لسلاح المشاة، فالكليه رشحته لسلاح الفرسان، لان سلاح المشاة اللي هو ما قدرش يدخله كان بيحتاج عدد جنود كبيره جدا، على عكس سلاح الفرسان اللي كان بيعتبر سلاح النخبه. الضابط فيه بيشتري حصان بنفسه ويتعلم ركوب الخيل، وكانت الخدمه في سلاح الفرسان بتدي للضابط وقت فراغ اكبر. ويمكن التفصيله دي اللي غيرت حياه تشرشل، لان وقت الفراغ ده يخليه ان هو يقرا تاريخ ويدرس ويسافر. ده كمان هيشتغل مراسل صحفي وهو ضابط في الجيش. بعد كده هيقول كل ما تعلمته تقريبا تعلمته بنفسي. بعد الاحداث دي بسنتين يموت ابوه وهو عنده 20 سنه، ودي كانت من اصعب المراحل عليه، لانه كان نفسه يثبت لابوه ان انا مش فاشل. كان نفسه ابوه يشوفه وهو بينجح في حاجه. زي ما قلت لك العلاقه ما بينهم ما كانتش قويه، وفضل طول الوقت تشرشل حاسس ان ابوه مات من غير ما يشوفه وهو بينجح. ويمكن من هنا بالظبط هتبدا رحله تشرشل الحقيقيه، رحله هتاخده للهند وللسودان ولجنوب افريقيا. وهناك هتحصل حاجه غريبه جدا هتخلي اسم تشرشل معروف في بريطانيا كلها من قبل ما يدخل عالم السياسه. لو كنت شفت تشرشل وهو عنده 20 سنة سهل جدا تتوقع ان ده ولد فاشل، مش ده اللي هيبقى رئيس وزراء بريطانيا بعد كام سنة. تشرشل كان عنده تفصيلة غريبة شوية، كان بيزهق من الحياة الهادية. يعني في الوقت اللي الناس كلها بتبعد فيها عن الحروب كان هو بيجري ويدور الحروب فين. وفي 1895 يقرر تشرشل يسافر لكوبا والهند وللسودان، كل ده علشان يشوف المعارك بنفسه ويكتب عنها. وهناك في الهند كان بيقعد ساعات طويلة يقرأ سياسة وفلسفة وتاريخ. وفي مذكراته اللي نشرها بعد كده في 1930 بعنوان حياتي المبكرة حكى عن الفترة دي من شبابه، وقال انه كان بيعتبر ان القراءة هي الجامعة الحقيقية اللي اتعلم منها. ده هيخلي واحد زي المؤرخ البريطاني مارتن جيلبرت اللي كرس جزء من حياته لدراسة حياة تشرشل يوصفه بان راجل بيمتلك طموح وطاقة غير عادية. وده فعلا اللي كان باين عليه، لانك لو بصيت لشاب عنده 21 سنة بيقضي خدمته العسكرية هيكون عايز يخلصها بهدوء وخلاص. لكن تشرشل كان عنده رأي تاني، كان عايز مجد، كان عايز يعيش المغامرة والاحداث بنفسه. في 1898 تشرشل كان عنده 23 سنة، وزي ما قلنا كان ضابط في سلاح الفرسان. في الوقت ده تشرشل كان رايح السودان مش بصفته ضابط ويشارك في الحرب وخلاص، لكن كمان كان عايز يكتب عن اخبار الحرب للصحف البريطانيه ويحقق شهره تخليه يدخل عالم السياسه من اوسع ابوابها. يعني الراجل كان ضابط وصحفي في نفس الوقت، وده اللي خلى مارتن جيلبرت يوصف تشرشل ويقول كان رجلا يحمل السيف والقلم معا. طيب هو ايه حكايه الحرب دي اصلا؟ ايه اللي وداه السودان؟ بعد وفاة محمد أحمد المهدي سنة 1895 قامت الدولة المهدية في السودان وقدرت تسيطر على مناطق واسعة هناك. وقتها انسحب الجيش البريطاني والمصري من السودان، لكن بعد كام سنة قررت القوات البريطانية مع القوات المصرية ان هي تستعيد السودان من تاني. وفي 2 سبتمبر 1998 وصل الجيشين لمدينة اسمها أم درمان قريبة من الخرطوم، وهنا وقعت واحدة من أشرس المعارك في القرن 19. تشرشل كان موجود بنفسه في وسط المعركة راكب الحصان وفي جنبه المسدس بتاعه. وبعدين يجي الأمر للفرقة بتاعت تشرشل ان هي تبدأ بالهجوم. كانوا فاكرين ان قدامهم مجموعة صغيرة هيقضوا عليهم على طول، لكنهم اتفاجئوا ان قدامهم مئات من مقاتلين الدولة
الدولة المهدية، وبدل ما يتراجعوا استمروا في الهجوم. في كام لحظة تتحول العملية لاشتباك عنيف، حصان تشرشل بيجري وسط الجنود وفي رصاص حوالين الجميع. هيقول كانت تلك آخر معركة عظيمة خاضها سلاح الفرسان البريطاني. هتنتهي المعركة بانتصار القوات البريطانية وانتصار تشرشل، وتشرشل هيخرج حي رغم ان في كتير من زملائه ماتوا في المعركة. ويمكن من هنا بدأ يحس ان القدر بيحط في وسط الأحداث. بس معركة أم درمان في السودان ما كانتش هي المعركة اللي هتخلي بريطانيا كلها تعرف اسمه، لأن الحدث الحقيقي هيبدأ السنة اللي بعديها في جنوب أفريقيا. في سنة 1899 بعد معركة أم درمان بسنة هتندلع حرب البوير في جنوب أفريقيا. تشرشل وقتها كان رايح يشارك في الحرب دي مش بصفته ضابط لكن بصفته صحفي. جريدة مورنينج بوست عرضت على تشرشل إن هو يشتغل مراسل حربي بمرتب عالي جدا. تشرشل وافق فورا، وده ما كانش غريب عليه لأن هو كان شايف إن الكتابة والحروب هم أسرع طريق للشهرة، والشهرة بالنسبة له كانت هي طريق السياسة. واللي تشرشل ما كانش يعرفه إن الرحلة دي مش هتخليه يكتب الأخبار، ده هيكون هو الخبر نفسه. بعد وصول تشرشل جنوب أفريقيا بأيام كان راكب عربية مدرعة مع القوات البريطانية، مهمته كان استطلاع تحركات قوات البوية. لكن فجأة القطر يتعرض لهجوم والاشتباك، ومن شدة الهجوم القطر يخرج عن القضبان. تشرشل نفسه كان بيساعد الجنود المصابين وحاولوا ان هم يرجعوا القطر تاني الحركة. وقتها تضطر القوات البريطانية للاستسلام، وتشرشل يبقى أسير حرب ويتنقل لمدرسة في مدينة بريتوريا تحولت لسجن حرب. في الوقت ده كان عنده 24 سنة، ولما اتنقل للسجن كان عنده حلين. الحل الأول انه يستنى الحرب تخلص وحلني بقى، والحل التاني انه يعمل حاجة متهورة. وعملا بمبدأ ما تجرب يا اخي هتخسر ايه، انت عندك حاجة تخسرها، انت خسران كل حاجة. اختار الحل التاني. في ليلة من ليالي ديسمبر بعد ما درس وخد باله من تحركات الحراس قرر يهرب لوحده. ورغم ان الخطة ان كان في ناس تانية يهربوا معاه الا انهم في اللحظات الاخيرة ملحقوش. كان في سور منخفض تقريبا قدر يطلع عليه ويقفز الناحية التانية. بس الهروب من السجن ما كانش نهاية المشكلة، لأن فجأة تشرشل لقى نفسه واقف في مدينة معادية من غير سلاح ومن غير خريطة تقريبا، وبينه وبين أقرب منطقة آمنة 450 كيلومتر تقريبا. ولو اتمسك ممكن يتقتل أو في أحسن تقدير هيرجع السجن تاني. لكنه بدأ يستخدم إطارات الشحن والنقل ويستخبى فيها ويمشي ساعات طويلة بالليل وينام وسط مناجم الفحم، لحد ما وصل لراجل إنجليزي اسمه جون هاودر ساعده في إن هو يبات عنده ويخبيه كام يوم لحد ما يوصل لموزمبيق اللي كانت وقتها أرض محايدة تحت سيطرة البرتغال. ومن هنا رجع تاني للمعسكرات البريطانية. رجع لقى الجرايد كلها بتتكلم عنه وبقى بطل قومي. ويمكن لأول مرة تشرشل يبدأ يحس ان الحاجة اللي كان بيدور عليها بدأت تفتح له أبوابها، الشهرة. لكنه ما كانش يعرف ان الشهرة حاجة والسياسة حاجة تانية خالص. تشرشل كان بيحلم انه يكون سياسي مش مجرد صحفي مشهور. علشان كده سنة 1900 قرر يدخل الانتخابات ويخوض البرلمان من خلال حزب اسمه المحافظين، وكان محظوظ لأنه فاز بالمقعد ودخل مجلس العموم البريطاني لأول مرة. خد بالك تشرشل لما دخل المجلس كان عنده 25 سنة بس، وده طبعا سن صغير مقارنة بالسياسيين اللي موجودين جوه. في البرلمان البريطاني كان في ناس بقالها عشرات السنين جوه، ناس اكبر منه سنا وادرى منه بالسياسة، كانوا بيتعاملوا معاه ان هو الشاب الجديد. المشكلة بقى عند تشرشل ان هو ما كانش بيتعامل ان هو الشاب الجديد اللي محتاج يسمع ويتعلم ويحترم الناس دي وخلاص. تشرشل كان عنده ثقة قوية جدا في آرائه، حتى لو آراءه دي هتخليه يتعارض مع الناس الكبار في السن وفي السياسة الأقدم منه. في الوقت ده كان في خلاف كبير جدا في بريطانيا على موضوع التجارة الحرة. ناس كانت شايفة ان لازم بريطانيا تفتح ابوابها كلها قدام تجارة العالم ويبقى في تجارة حرة، وناس كانت بتقول لا نفرض ضرائب على البضاعات الأجنبية عشان نحافظ على الصناعات بتاع بلدنا. الناس اللي كانت بتقول ان احنا نفرض ضرائب على المنتجات اللي جايه من بره كانوا شايفين ان ده هيحافظ على الاقتصاد بتاع بريطانيا. اما تشرشل كان شايف العكس، كان شايف ان التجارة الحرة هتخلي الاسعار اقل وترجع بالعائد على المواطن البريطاني، وبدأ يدافع عن الفكرة دي بقوة. بس المشكلة ان اغلب حزب المحافظين اللي هو عضو فيه كانوا في الرأي التاني، كانوا ضده. يعني تشرشل كان مختلف مع الحزب بتاعه نفسه. وفي سنة 1904 يقرر يسيب حزب المحافظين وينضم لحزب الأحرار. ده كان قرار صادم جدا وقتها، لدرجة ان بعض النواب في حزب المحافظين اعتبروا ده خيانة ليهم. السياسي البريطاني ديفيد لويت جورج هيوصف تشرشل ويقول رجل لا يستطيع الجلوس ساكنا. والغريب ان العبارة دي هتفضل معاه طول حياته تقريبا، هيفضل يقول حاجات تغضب الناس وياخد قرارات يعتبرها البعض جنون وتهور. مع مرور السنين بدأ اسم تشرشل يكبر يوم ورا يوم جوه الحكومة البريطانية ويتنقل ما بين مناصب مختلفة لحد سنة 1911 لما ترقى وبقى اللورد الأول للإميرالية، وده كان المنصب المسؤول عن البحرية البريطانية. يعني ببساطة بقى الراجل المسؤول عن أقوى أسطول بحري موجود وقتها. بس يا فرحة ما تمت، لأن في 1914 يعني بعديها ب3 سنين تنفجر الحرب العالمية الأولى وأوروبا تقريبا كلها تشارك في الحرب. الأول الناس كانت متوقعين إن الحرب هتخلص بسرعة مجرد شهور، لكن الشهور
شهور بقت سنين، والجنود اللي بيموتوا بالمئات بقوا بالالاف، والجبهات بتاعت الدول اتحولت لخنادق طويله، والحرب دخلت في حاله جمود. هنا تشرشل فكر ازاي ينهي الجمود ده، ازاي ننهي الحرب. ومن هنا طلعت فكره جريئه جدا، يمكن جريئه زياده عن اللزوم. بدل ما نحارب المانيا من نفس المكان، ليه ما نفتحش جبهه جديده نخش لهم منها؟ الخطة كانت ان احنا ندخل عن طريق الدولة العثمانية من خلال مضيق الدردنيل ونوصل لاسطنبول، ولو ده حصل هيبقى كمان فتحنا طريق لروسيا اللي وقتها كانت بتحارب مع بريطانيا وفرنسا. بس المشكلة ان الخطط والخرائط حاجة والارض والواقع حاجة تانية. وفي سنة 1915 بدأت الخطة اللي العالم كله يعرفها بحملة جاليبولي. في الاول السفن البريطانية والفرنسية حاولت تدخل من المضيق، بس المدافع العثمانية والالغام وقفت الهجوم. قرر الحلفاء ينزلوا جنود على الشاطئ، والحملة اللي كانت مفروض تخلص في كام يوم تحولت لشهور طويلة وخسائر بتزيد. وفي النهاية اضطرت قوات الحلفاء ان هي تنسحب والحملة تفشل. من هنا بدأت الناس تدور على المسؤول، والصحف بدأت تهاجم الحكومة، والسياسيين يتبادلوا الاتهامات. وفي نظر ناس كتير كان في اسم واحد كبير جدا هو المسؤول، وينستون تشرشل. الراجل اللي كان نجمه بيطلع والناس كلها بتتكلم عنه بقى اكتر شخص بيتهاجم في بريطانيا دلوقتي، وخسر منصبه، وناس كتير شافت ان مستقبله انتهى. حتى ان تشرشل نفسه بدأ يصدق القصة دي، لكن اللي محدش كان يعرفه ان السقوط ده مجرد فصل في القصة مش النهاية. تشرشل في مذكراته بعد كام سنة هيقول ان الفترة دي كانت من اصعب فترات حياته، لكن هيقرر يعمل حاجة غريبة شوية. بعد ما اتشال من منصبه ما قررش انه يقعد في البيت، لا ده رجع الجيش من تاني. السياسي الكبير بدأ يلبس الزي العسكري من جديد، وسافر لفرنسا عشان يخدم على الجبهة الغربية، وكان وقتها برتبة مقدم. واللي عاشوا معاه الفترة دي بيحكوا انه كان بيقضي فترات طويلة وسط الجنود وبيعيش معاهم، كأنه كان بيحاول يهرب من السياسة، بس السياسة كانت عمرها ما هتسيبه. وفي سنة 1918 مع نهاية الحرب العالمية الأولى يرجع تاني للحكومة ويشغل مناصب مختلفة. وفي سنة 1924 يرجع لحزب المحافظين مرة تانية، وبقى وزير المالية البريطاني. بس وقتها كان الزمان اتغير، والناس كمان كانت بتتغير، والراجل اللي كان نجم زمان بطل قومي بدأ تأثيره يقل مع دخول الثلاثينات. ظهر ناس أصغر منه وأسماء وشخصيات مشهورة عنه، وبدأ اسم تشرشل يقل مرة مع التانية، لدرجة المؤرخين هيسموا السنوات دي سنوات البرية، يعني سنوات العزلة السياسية. سنوات كان فيها تشرشل موجود لكن صوته مش مسموع. في الوقت ده أغلب السياسيين البريطانيين كانوا بيتكلموا عن السلام، وكانوا شايفين ان الحرب العالمية الأولى كفاية قوي، لكن كان في راجل كبير قاعد بيحذر من خطر جاي، خطر الناس مش شايفاه، راجل اسمه أدولف هتلر. في الوقت اللي الناس كانت شايفة ان تشرشل بيبالغ او بيخوف الناس زيادة عن اللزوم، كان هو شايف ان اوروبا كلها داخلة على عاصفة جديدة. المشكلة ان محدش كان مصدقه. في 1933 هتلر بقى مستشار ألمانيا، وشوية بشوية بدأ يكسر القيود اللي كانت مفروضة على ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، وبدأ يعيد بناء الجيش الألماني من تاني. في الوقت ده كان معظم الناس في فرنسا وبريطانيا فاكرين الرعب بتاع الحرب العالمية الأولى، والكل تقريبا كان مجمع إن محدش عايز يحارب تاني، خلونا نحافظ على السلام. وأكيد يعني هتلر مش مجنون عشان يقوم حرب عالمية، بس تشرشل كان شايف حاجة مختلفة. كان بيتابع خطابات هتلر وبيشوف الجيش الألماني وهو بيكبر، كان شايف إن الراجل ده مش هيقف، وكان بيقول على طول لو فضلنا الجاهل اللي بيحصل ده هندفع الثمن باهظ. بعض السياسيين كانوا شايفين ان تشرشل متشكك ولسه عايش بعقلية الحرب القديمة. وفي سنة 1938 وصل رئيس الوزراء البريطاني وقتها نيفل تشامبرلين لاتفاق مع هتلر، ورجع انجلترا رافع ورقة المعاهدة وقال جملته الشهيرة لقد جلبت السلام لجيلنا، والناس نزلت تحتفل، والكل تقريبا كان مبسوط الا وينستون تشرشل اللي هيدخل مجلس العموم البريطاني وهيقول واحدة من اشهر كلمات: كان امامكم الاختيار بين الحرب والعار، ولقد اخترتم العار واستحصلون على الحرب. ناس كتير افتكرت ان تشرشل متشائم زيادة عن اللزوم، وانه بيقول اي كلام وخلاص، لكن بعد سنة هيدرك العالم وهيشوف اللي تشرشل كان شايفه قبلها. في الأول من سبتمبر 1939 هتجتاح القوات الألمانية بولندا، وبعدها بيومين بالظبط فرنسا وبريطانيا هيعلنوا الحرب على ألمانيا علشان تبدأ الحرب العالمية الثانية. كل التحذيرات اللي كان تشرشل بيقولها من سنين بدأت تتحقق. في أول سنة 1940 كانت الأمور بتتعقد أكتر، لأن هتلر احتل بولندا وبعدها الدنمارك والنرويج. وفي مايو من نفس السنة بدأ الهجوم الكبير على أوروبا الغربية، وفي أيام قليلة بلجيكا وقعت وهولندا استسلمت، والجيش الألماني يدخل فرنسا، والعالم بيتفرج وبيترقب، لان فرنسا نفسها اللي كانت بتعتبر من اقوى جيوش العالم بدات تنهار. في الوقت ده بريطانيا نفسها كان عندها ازمه. رئيس الوزراء نيفل تشامبرلين فقد ثقه البرلمان، وكان لازم حد جديد يتولى المسؤوليه. وفي 10 مايو الملك جورج السادس كلف وينستون تشرشل بتشكيل الحكومه علشان في 1940 تشرشل يبقى رئيس وزراء بريطانيا. تشرشل في الوقت ده كان عمره 65 سنه، لكن اول ما استلم المنصب كانت الدنيا بتنهار قدامه. اوروبا كلها تقريبا تحت اقدام هتلر، والاغرب من كده ان
بعض اعضاء الحكومه البريطانيه نفسهم كانوا شايفين الافضل هو التفاوض مع هتلر، وقالوا يمكن نقدر نوقف الحرب، او يمكن نوصل لهدنه، او يمكن نوصل لافضل ما يمكن انقاذه. وكان من ابرز المؤيدين للفكره دي وزير خارجيه بريطانيا، لكن تشرشل رفض، وكان شايف ان اي تفاوض مع هتلر هيكون بس بمثابه تاجيل المشكله، وان بريطانيا هي الحل الاخير، ولو هي استسلمت اوروبا كلها هتبقى تحت ايد هتلر. وفي الاجتماعات اللي حصلت سنه 1940 اللي المؤرخين هيرجعوا لها بعد كده من خلال محاضر مجالس الحرب، وتشرشل كان واضح جدا وقال لزملائه اذا انتهت هذه الجزيره العظيمه فليتنفس الرجال الهواء للمره الاخيره وهم يقاتلون. كان القرار واضح جدا، مفيش استسلام، مفيش سلام، مفيش تفاوض مع هتلر. وفي 13 مايو 1940 في مجلس العموم البريطاني كرئيس وزراء لاول مره وقال كلماته اللي هتدخله التاريخ: ليس عندي ما اقدمه لكم سوى الدم والكدح والعرق والدموع. هنا تشرشل قرر انه يكون صريح، ما وعدهمش بالنصر ولا ان الحرب هتخلص بسرعه، قال لهم الحقيقه كامله. الموضوع هيكون صعب لكن الاستسلام مش خيار. وبعد ايام هتبدا عمليه دونكريك عند الجيش البريطاني المحاصر علشان يتم اجلاء تقريبا 330 الف جندي بريطاني وفرنسي. وفي الوقت اللي اوروبا كانت تقريبا كلها بتقع، بريطانيا فضلت واقفه لوحدها. وفي يونيو من نفس السنه بعد سقوط فرنسا وقف تشرشل يقول اشهر خطابات: سنقاتل على الشواطئ، وسنقاتل على اماكن الهبوط، وسنقاتل في الحقول وفي الشوارع، ولن نستسلم ابدا. هنا الراجل اللي الناس كانت شايفاه من 20 سنه ان هو سياسيا انتهى، بقى هو الراجل دلوقتي اللي واقف تقريبا قدام هتلر لوحده. ويمكن لو كان اختار التفاوض كان تاريخ اوروبا كله هيختلف. هتلر كان متوقع بعد اجتياح اجزاء كتير من اوروبا وبعد سقوط فرنسا تحديدا ان هم يبداوا يطلبوا التفاوض، لكن تشرشل كان عنده راي تاني وقال في خطاب شهير: هذه كانت افضل ساعاتهم. كان يقصد ان الشعب البريطاني كله داخل على اختبار صعب. وفعلا بدات الحرب البريطانيه والطيارات الالمانيه كانت بتقصف بريطانيا بشكل شبه يومي، قدرت توصل للندن، ولندن نفسها كانت بتتعرض لغارات مستمره. في بعض الليالي صفارات الانذار ما كانتش بتسكت، وبيوت كتير اتدمرت والاف المدنيين ماتوا، لكن بريطانيا فضلت صامده لحد الاخر. ولاول مره هتلر يحس ان الحرب مش تخلص بسرعه وان الموضوع مش هيبقى سهل. في يونيو سنه 1941 تحصل حاجه تغير موازين الحرب لما يقرر هتلر انه يهاجم الاتحاد السوفيتي رغم وجود معاهده ما بينهم. وفجاه جوزيف ستالين بقى في صف الحلفاء، وتشرشل رغم انه كان مختلف جدا مع الشيوعيه الا انه قرر يدعم السوفيت. ولما سالوه ازاي يتحالف مع ستالين قال جملته المشهوره وقتها: لو ان هتلر غزا الجحيم فساذكر الشيطان بالكلمات الطيبه في مجلس العموم البريطاني. يعني يقصد يقول ببساطه ان العدو الاول دلوقتي هو هتلر، ده الشخص اللي محتاجين نركز عليه. في 7 ديسمبر 1941 اليابان هتهاجم قاعده امريكيه، وهنا تدخل الولايات المتحده الامريكيه الحرب. وهنا يظهر لاعب جديد وهو الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت، كانت بتربطه علاقه جديده بتشرشل، لدرجه ان مؤرخ بريطاني اسمه اندرو روبرتس بيقول ان مئات الرسائل والخطابات تبادلها تشرشل والرئيس الامريكي. ومن هنا يبدا التحالف الكبير بين امريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي رغم اختلاف التراتب، الا انهم اتحدوا لمواجهه عدو واحد. ومع الوقت بدا ميزان الحرب يتغير، وفي سنه 1943 يجتمع تشرشل بستالين وروزفلت وبداوا يخططوا للضربه الكبرى. وفي 6 يونيو 1944 بدات عمليه انزال نورماندي، العمليه اللي دخلت التاريخ باسم دي داي، واكثر من 150 الف جندي نزلوا على سواحل فرنسا. ومن اللحظه دي بدا العد التنازلي لسقوط المانيا النازيه. لكن زي ما حياه تشرشل كانت كلها مفاجآت، كانت لسه مفاجاه كبيره مستنياه، لان الراجل اللي قاد اوروبا في اصعب حرب عرفها التاريخ واللي الناس كانت بتعتبره بطل النصر هيكتشف بعد شهور قليله ان احيانا الشعوب ليها راي تاني. في مايو 1945 استسلمت المانيا النازيه وتنتهي الحرب في اوروبا، والناس بدات تحتفل في الشوارع وفي لندن، وتشرشل وقف في حي الجماهير اللي كان بالنسبه لهم بطل قومي. لكن الحياه ما وقفتش عند الحرب، لان البريطانيين بداوا يسالوا سؤال مهم: مين هيبني البلد بعد الحرب؟ مين هيقوم الاقتصاد من تاني؟ مين هيهتم بالوظائف والسكن والرعايه الصحيه؟ يعني الناس كانت شايفه ان تشرشل هو مناسب لقياده الحرب، لكن هل هو مناسب للفتره بتاعت السلام؟ كان حزب العمال وقتها عنده برنامج اقتصادي واجتماعي قوي ووعد الناس باصلاحات كبيره. في يوليو 1945 اتعملت الانتخابات، كان معظم الناس متخيلين ان تشرشل هيكسب بسهوله، لكن النتيجه كانت صادمه. حزب العمال اكتسح الانتخابات وتشرشل يخسر. البطل اللي اوروبا تقريبا كلها كانت بتحتفل بيه يخسر الانتخابات. في مذكراته بعد سنوات اعترف انه اتفاجئ من النتيجه. المؤرخ مارتن جيلبرت كان بيقول ان البريطانيين ما كانوش بيرفضوا تشرشل نفسه، لكنهم كانوا بيدوروا على مستقبل مختلف بعد 6 سنين من الحرب. تشرشل وقتها كان عنده 70 سنه، ما قررش ان هو يعتزل الناس وخلاص، كان لسه شايف ان عنده حاجات تانية يعملها. وفعلا بعد 6 سنين في 1951 رجع تاني وبقى رئيس وزراء بريطانيا للمره الثانيه. وكان ليه جمله مشهوره يمكن بتلخص حياته كلها، كان بيقول: النجاح ليس نهائيا والفشل ليس قاتلا،
ما يهم هو الشجاعة في الاستمرار. كأن حياته كلها كانت شرح عمل الكلمات دي، لأن الراجل ده وقع وخسر وتهاجم كتير، لكن في كل مرة كان قادر يلاقي حل ويرجع من تاني. الحقيقة ان تشرشل ما كانش اشجع راجل في العالم ولا كان اذكى راجل في العالم، وحتى قراراته مش كلها كانت صح، بالعكس ده غلط غلطات كبيرة وانهزم وتهاجم. لكن يمكن الحاجة اللي ميزته فعلا انه عمره ما اعتبر السقوط هزيمة، وكان دايما شايف ان الفشل مجرد فصل في الحكاية مش نهايتها. وفي 24 يناير سنة 1965 هيموت وينستون تشرشل عن عمر 90 سنة، لكن الحكاية اللي سابها وراه كانت اكبر من اي منصب هو تولاه. التاريخ في اوقات كتير مش بيفتكر الناس اللي عمرها ما وقعت، لكن بيفتكر الناس اللي وقعت وقامت وحاولت من تاني. متنساش تعمل فولو ولايك وكومنت لو انت على الفيسبوك، وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب، واستنينا في فيديو جديد.